حسيت بالمرتبه جنبي بتنزل كأن حد بيقعد بجد؟ انا فقمت بصيت، ما مش لابس الداخليه كانت في ايدي. كانت في ايدك وانا بقلعها في ايدي. طبعا. ما لقيتهاش في ايدي. عرف على الفنانة مشيرة إسماعيل قبل ما يتزوجوا. بيقول إن هو مرة كان قاعد عند واحد صاحبه بيحبه جدا اسمه جورج، وهو قاعد سهران معاه، فجات له الفنانة مشيرة إسماعيل وتعرفوا على بعض وكانوا بقوا أصدقاء، وكانوا أصدقاء قريبين جدا. بعد ما ارتاحوا لبعض وحبة بحبة قرروا إن هم يتزوجوا بعد ما تطورت علاقة الصداقة لحب، وكانوا بيحبوا بعض جدا وفعلا تزوج. وخلي بالكم ما تنسوش الجنية العشرة. بيقول ان هو لما تزوج من الفنانه مشيرة اسماعيل ما حكالهاش عن الجنيه العشقه ومعاناته معاها، وكان مخلي الموضوع ده سر. بيقول ان هو بعد كده ابتدت معاناته بعد ما تزوجها، وبعد كده كانت بتظهر وتخوف الفنانه مشيرة اسماعيل. ما كانتش بتظهر لها في صورتها الحقيقيه، كانت مره ظهرت ليها في صورة علي الحجار. يعني ازاي؟ الفنان علي الحجار بيقول ان هو كان متعود لما يبقوا مثلا بره هو ومشيرة اسماعيل ان هو بيجي يدخل على اوضته مباشرة، بيغير، يلبس بيجامة، يلبس جلابية، وهي بتدخل بهدومها على المطبخ على طول، بتحضر مثلا العشاء بحيث ان هي تعمله على السريع كده وياكلوا. ده روتين كان لازم يعملوه لحد ما جاء اليوم الموعود. كانوا في حفلة كانوا سهرانين فيها هما الاتنين وانبسطوا والدنيا كانت تمام ومروحين بقى على وقت العشاء، وكانوا يعني آخر روقان وعظمة. وهما كالعادة عملوا نفس الروتين اللي أنا قلت عليه، دخل مباشرة على أوضته وهي دخلت على المطبخ بهدومها علشان تحضر العشاء وتجهزه. بيقول وهو قاعد خلاص غير هدومه والدنيا تمام وقاعد على السرير مستنيها، فبيقول ان هي لقاها داخله اوضه النوم وماسكه صينيه العشاء، واول ما شافته قاعد على السرير صوتت في وشه ورمت الصينيه وعلى الارض وكل الاطباق اتكسرت. طبعا هو اتسرع من اللي حصل لها. مالك بتصوتي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ فقعدت صوتت انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي انت عامله هنا؟ فقال لها ازاي ما انت متعوده ان انا لما بنيجي من بره انا بدخل بغير في اوضتي على طول. فقالت له ازاي انت كنت معايا في المطبخ دلوقتي؟ قال لها انا وليا ازاي يعني؟ فقالت له ايوه انت كنت واقف في المطبخ ورايا وانا بحضر العشاء وحضنتني وكنت حاطط كمان ايدك في وسطك، وبس لما كنت بكلمك انت ما كنتش بترد عليا، مجرد واقف حاضني وقبليها كنت حاطط ايدك في وسطك وما بتكلمنيش تماما. وبعد كده انا قلت لك ان انا هروح احط العشاء في الاوضه عندنا اوضه النوم يعني، وبعد كده سبتك في المطبخ ولقيتك هنا في الاوضه، وانا حتى استغربت في وقتها ان انت يعني جاي ورايا على طول المطبخ ما دخلتش اوضتك، بس انت ما اتكلمتش ولا قلت اي حاجه. علي الحجار كان عارف ايه اللي فيها ومرضاش يخوفها او يقول لها السبب الحقيقي اللي هي شافته وحصل لها. مش بس كده، ده كمان بيقول ان الجنيه العشقة زي ما ظهرت لمشيرة في صورة علي الحجار وخوفتها ورعبتها، لا ده كمان كانت بتظهر لعلي في صورة مشيرة زي ما قلت في بداية الفيديو. يعني ايه؟ بيقول مرة كان صاحي من نومه وطالع من الأوضة وشاف مشيرة إسماعيل بتوضب البلوفرات وهدومه اللي موجودة في رف الدولاب، وكانت الدنيا تمام. قال لها صباح الخير يا مشمش، عاملة ايه؟ وده كان اسم الدلع اللي بيندهى بيه، عاملة ايه وصباح الفل وتمام. وبعد ما عدى اوضة النوم وراح لأوضة تانية كان معدي عليها، تفاجأ بمشيرة إسماعيل قاعدة في الأوضة التانية بتصبح عليه. ومش بس كده، بيقول كمان إن من ضمن الحاجات المرعبة إن لما بيبقى هو ومشيرة إسماعيل قاعدين في الأوضة اوضه النوم كان بيحسوا بره في الصاله بمهرجان. يعني ايه بمهرجان؟ كانوا بيحسوا ان في عالم تاني، شارع بمعنى ادق زي ما قال. اسمعوا كده. حسيت بالمرتبه جنبي بتنزل كأن حد بيقعد بجد؟ انا فقمت بصيت، ما زي ما سمعتوا كده منه ان هو بيقول انك شارع كانوا بيسمعوه وهم قاعدين في اوضه النوم، كان الصوت ده كان بيجي من الصاله. طبعا كل مره كان بيضحك على مشيرة اسماعيل وبيقول لها يمكن اللي بيحصل لك او انتوا اللي شفتيه وسمعتيه دي مجرد تهيؤات وبتهيألك وتخيلتي. وطبعا مع انها حجه غريبه هو بيقولها ومش مقنعه،
بس كان هو الوحيد اللي عنده التفسير لكل اللي بيحصل وبيتشاف وبيتسمع ده. فلغاية ما كانوا مع بعض في الأوضة وسامعين صوت الشارع ده اللي كان في الصالة عندهم، فلدرجة قالت له انت شايف ايه؟ انت سامع ايه؟ فطبعا هنا بقى ما قدرش يقول لها بتهيألك، لا لا. فطبعا خلاص ما فيش حل ان هو بقى ايه، يطلع بره. واول ما يطلع بره في الصاله الاصوات دي كلها تختفي، مش صوت لا، الاصوات كلها. ان بقى ام اسماعيل بتكلم ام حسين والمنشر، ويا وليه ما تكبيش الزباله في الشارع، ويا ست انت ما تكبيش ميه وانا ماشي في الشارع. وان بقى العيال بيلعبوا مع بعض، وراجل بيتخانق مع واحد، وست بتزعق لواحده عشان الغسيل انه بص مهرجان مهرجان. يطلع الاصوات تختفي، يدخل تاني الاوضه عند مشيره في اوضه النوم، يجي الاصوات تانية من تاني. طب وبعدين كل شوية تاني راجعين للحيرة والحوسة من تاني؟ لا. فطبعا قرر ان هو يصارحها بالحقيقة كاملة، ويقول لها باللي حصل له ومعاناته. طبعا ما قدروش ان هم يكملوا مع بعض، كانت المعاناه شديده جدا، وكل مدى ليفل الرعب بيكبر اكتر واكتر، لان هي ما كانتش عايزه اي حد يدخل حياته، وان هي يعني هي تبقى بس في حياته وهو يبقى ملكها وبس. طبعا تم الطلاق بعد كام سنة كده مع بعض، عاشوا مع بعض. طبعا كانت سواد أكيد. وبعد كده اتجوز بعديها، وكانت النهاية الموعودة هي بكل الأحداث. فلكم أن تتخيلوا الأحداث اللي كان ممكن بتحصل له بيشوفها، مش جوازة واحدة، لا دي جوازة واتنين ويمكن أكتر من كده. وكانت النتيجة الحتمية والمتوقعة هو الطلاق. لحد بالصدفة بعد 11 سنة من المعاناة الشديدة، حاجات اتقالت وانتوا شفتوها اكيد كلها رعب ومعاناة شديدة، وحاجات رفض الفنان علي الحجار ان هو يقولها قد ايه كان بيعاني، وكان بيرفض ان هو بيقول قد ايه اللي كان بيحصل له. فلكم ان تتخيلوا، بيقول لحد ما هو قدر يتخلص من الموضوع ده ان ربنا بعت له شيخ قابله كده بالصدفة، قال له عن الحكاية اللي بتحصل له، معاناته الشديدة مع الجنية العشقة دي لمدة سنين كتيرة جدا، وجوازاته اللي اتدمرت كلها وانتهت بالطلاق مرة واتنين وتلاتة واكتر. فالشيخ ده بأمر ربنا قدر ان هو يخلصوا من الجنية العشقة دي وتطلع من جسمه من حياته. كان اكيد موضوع صعب، لان زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان الجن العاشق سواء جن أو جنية لما بيستمروا مع إنسان فترة طويلة بتبقى خروجهم أو خروجه من حياته صعب جدا. الحمد لله قدروا إن هم يخرجوها من جسمه من حياته. ومن ساعتها الفنان علي الحجار طبعا طلع واتكلم عن الموضوع دوت فكذا حوار وكذا برنامج، منهم البرنامج الفنانة صفاء أبو السعود وغيرهم في البرامج التانية. في حاجات ذكرها وفي حاجات أخفاها ورفض إن هو يقولها تماما، وفي حاجات طبعا الصحفي صديقه اللي كان الفنان علي الحجار بيحكي له بعض خدوا بالكم من كلمة بعض دي من الحاجات اللي كانت بتحصل له، برضه كشفها في إحدى الكتب. فطبعا انا عايزه اقول لكم ان الجن العشري في ناس كتيره جدا بترفض الفكره دي، بيقولوا لا ده اوهام ودي مجرد احلام. ولي يا جماعه، لا موجود الجن وممكن يبقى يدمر لك حياتك حرفيا. انا ممكن في الفتره الجايه لو انتوا حابين نوعيه الفيديوهات دي اللي بتتكلم عن الجن العاشق سواء لراجل او للست، انا ممكن اعمل لكم قصص في الحقيقيه عشان محدش يقول لي انا خياليه او ان انا مثلا بكتبها على كيفي. لا، انا مش بفصل قصص، انا بقول قصص حقيقيه، وكل القصص اللي بعرضها هنا عندي هي قصص حقيقيه للجن والعفاريت، قصص مرعبه جدا. الفنان علي الحجار بيحكي معاناته معاها مع الجنية دي 11 سنة. لكم أن تتخيلوا 11 سنة، ممكن يعني بالرعب اللي شافه ده ما يقدرش يستحمل مش شهر ولا أسبوع، ده ساعة دقيقة فما بالكم الفترة الطويلة دي. بس الحمد لله في النهاية قدر يتخلص منها. وأي حد بيسأله حاليا
عن الموضوع دوت وعن قصة ومعاناته مع الجنية العاشقة، هو بيرفض تماما ان هو يتكلم فيها. هل الشيخ قال له ما تجيبش سيرتها بعد كده او ما تتكلمش في الموضوع ده علشان ما تتأذاش تاني؟ ده وارد جدا ان هو يكون حصل، وان هو لان هو كان بيتكلم عادي قبل كده، حاجات بيقولها وحاجات لا، بس لما بيتسأل في الفترة الأخيرة بتجيله حالة من إن مثلا بيتغير جامد جدا، وزي ما بيقولوا عليها كده تروما، وإن هو بيرفض تماما إن هو يتكلم عن الموضوع ده ويقول من فضلك أنا مش عايز أتكلم عن الموضوع ده، دي حاجة كانت في حياتي قبل كده وأنا قررت ان انا مش هتكلم عنها قبل كده. فانا من وجهة نظري ان هو ممكن الشيخ قال له ان هو ما تتكلمش في الموضوع ده ولا تجيب سيرتها او تكشف اللي كان بيحصل منها ناحيتك وانت بتعاني قد ايه. استنوني في قصص مرعبة جدا. اي حد بيشوف الفيديو ما ينساش اللايك الحلو. طولت بس الاحداث كانت كتيرة جدا ومرعبة وكنت لازم اكشفها لكم كاملة، بس انا عايزه اقول لكم على قدر المستطاع زي كل مره ان انتوا برضو تحصنوا بذكر الله وبقرايه سوره البقره، يا ريت كل يوم. هي مش هتاخد معاكم يعني وقت كبير، يعني هي بالكتير ساعه الا ربع هتقروها. انتوا ممكن بتقعدوا على الموبايل بالساعات اكتر من كده في حاجات تافهه، فانتوا حصنوا نفسكم بقرايه سوره البقره وبالاذكار، وربنا يحفظنا ويحفظكم من كل شر.